بسم الله الرحمن الرحيم. كنا بدأنا في دروس نشر المشروع. احنا اتفقنا ان احنا عملنا ملف exe بيسطب على اي جهاز، وعرفنا ازاي نحط معاه الفريم ورك، وعرفنا ازاي ندمج قاعدة بيانات الاكسس. طبعا احنا متكلمناش لسه عن قاعدة بيانات ال SQL Server. هنبدأ ان شاء الله مع بعض في الجزء الجديد ده ان احنا ازاي ننزل SQL Server على جهاز العميل، وازاي نقدر نتعامل معاه ونحط اليوزر واللوجن في السيرفر، ونشوف واحدة واحدة كده ازاي هنقدر نحط قاعدة البيانات في السيرفر، وازاي هنعمل سيت اب للبرنامج مع قاعدة البيانات. طيب هناخد الموضوع واحدة واحدة كده. اول خالص ازاي نعمل سيت اب للاس كيو ال سيرفر. لو جيت كده فتحت انا عندي في البروجرام هنا، هلاقي ان اس كيو ال سيرفر 2012 تقريبا هو 2008 R2 هو 2014، كله قريب في السيت اب من بعضه. ولكن طبعا 2012 انا بفضله، في شويه اوبشن كده احسن شويه، وان شاء الله لما نيجي لكورس السيرفر هنقول الكلام ده بالتفصيل باذن الله. طيب هنسطب كده. طبعا انا مسطبه قبل كده، ولكن هيفتح وممكن انا اضيف سيرفر جديد، فانا هوريك واحده واحده الموضوع بيمشي ازاي. في بعض المشاكل بتحصل من الفيرجن الجديدة 2012 و 2014، بيقولك ان الويندوز بتاعك قديم بيحتاج تحديث، وفي حاجات بتقولك ان الفيجوال بيزك بتاعك بيحتاج سيرفيس باك 1. بتحصل وانت بتسطب الاس كيو ال سيرفر، لان الاس كيو ال سيرفر معتمد على الفيجوال بيزك وهو بينزل، فلازم تكون مسطب الفيجوال بيزك الاول وبعد كده تسطب الاس كيو ال سيرفر، او وساعات بيطلب سيرفيس باك 1 من الفيجوال بيزك. طيب عندي انا مظبط الدنيا طبعا عشان انا منزله قبل كده، فتعالوا نخش كده هنلاقي انستول، وهنقول له ايه نيو اس كيو ال، هندوس عليها. طيب هو بقى يشوف يعمل الشيكات بتاعته عشان يشوف الجهاز البرامج اللي عليه ماشية مع السيرفر ولا لا. كده طبعا هو ده 9 ان شاء الله مفيش مشاكل. هيقول له اوكي، يبتدي يحمل الانستول بتاعه. ماشي، بيقول لي ان مفيش ابديت. ماشي. طبعا هو بياخد شوية وقت، السيرفر بياخد شوية وقت، فهنستناه معلش. طيب هو كده بيقول لي ان هو الدنيا ان شاء الله خير، مفيش مشكلة. وورنينج مش هتفرق. نيكست. دي السيرفرات اللي عندي، انا عندي سيرفرين. طيب في حاجة مهمة بقى انا لما نجيلها هقول لكم عليها، وهي ان انت ممكن تنزل اكتر من سيرفر. يعني ايه تنزل اكتر من سيرفر؟ تعالوا معانا نبص كده هنا البرودكت كي. خلاص ماشي، انا هوريكم لايسنس اكسبت. ماشي، كل ده مفيهوش مشكلة. عايز اوصل بس للنقطة بتاعة السيرفر، هنا بسلكت اول، طبعا مفيش مشكلة برضه. نيكست. نيكست. كل ده مفيش مشكلة. نيجي للنقطة هنا بقى، هي دي النقطة اللي أنا عايز أوصل لها. طيب انترفيس كونفيجريشن. دلوقتي تعالوا نفتح صفحة تانية قبل ما نخش على الحتة دي. نفتح صفحة تانية كده، حاجة اسمها SQL Server Configuration Manager. تعالوا نفتحها كده. Configuration Manager دي هنقول له يس. هنلاقي إن إحنا عندنا هنا 3 حاجات إحنا يهمنا. الأولانية SQL Server Service. لو جينا هنا هنلاقي، بصوا العلامة الخضراء دي علامة السيرفر،
العلامه اللي هي خضرا دي كده علامه السيرفر. ده اسمه السيرفر اس كيو ال سيرفر واسمه محمد. ماشي، يبقى الاس كيو ال سيرفر عندي ده اسمه محمد. طيب عندي واحد تاني مش شغال اسمه ام اس اس كيو ال سيرفر. في حته مهمه قوي بقى دلوقتي، الاسم ده الديفولت بتاع السيرفر اللي بينزل 2012 ام اس اس كيو ال سيرفر، ده الديفولت بتاعه. طريقه الدخول على السيرفر ده غير طريقه الدخول على السيرفر ده. من ناحيه ايه؟ من ناحيه الاسم اللي انا بكتبه. طيب هنفهمها واحده واحده. دلوقتي انا كاتب اسم السيرفر اهو، واسم السيرفر التاني اهو. طيب هو دلوقتي اول بيطلب مني قبل ما نتكلم في الحته دي، بيطلب مني اسم السيرفر التالت. انا لو عايز اكريت سيرفر التالت هكريت سيرفر تالت. ماشي، كريت سيرفر تالت. الاسمين اهم، ده السيرفر الاولاني وده السيرفر التاني، دول بتوعي. واعرفهم منين؟ لو انا مش هسطب بعرفهم من هنا. انا منزل ده ومنزل ده. انا عايز اشتغل على انهي؟ ممكن اشتغل على ده او اشتغل على ده عادي، ده سيرفر وده سيرفر. ولو عايز اعمل تالت ممكن اعمل تالت. هو بيطلب مني ايه؟ التالت. حلو الكلام. ويقول لي مكانه فين واسمه فين. لما انا اكتب هنا هيتكتب هنا اوتوماتيك. طيب انا طبعا مش هعمل تالت، ولكن حبيت اوضح النقطه دي عشان هنستخدمها واحنا شغالين بعد كده. بعد كده كله نيكست 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 هيكمل، وان شاء الله مش هيحصل مشكله في الموضوع. بس اللي احنا عايزين نستفيده من الحته دي ان احنا نقدر نعمل كذا سيرفر وبكذا اسم. الديفولت بتاعي ام اس اس كيو ال سيرفر، والتاني اللي انا عامله اسمه محمد. طيب كده هنعتبر نفسنا خلاص خلصنا السيت اب. النقطه التانيه بقى ازاي اخش على الاس كيو ال سيرفر. الناس بتقول لي احنا بنيجي نفتح السيرفر، او الناس اللي طبعا ما بتشتغلش مع السيرفر قبل كده تقول لي احنا بنيجي نفتح السيرفر. خلاص انا هقفل ده. نيجي نفتح السيرفر كده، تعالوا نفتحه مع بعض. اس كيو ال، انا عندي منزل 2014 و 2012، فاحنا هنشتغل على 2012. طيب هاجي افتحه كده. دلوقتي احنا عندنا ايه؟ سيرفرين. اول ما بيخش بيطلب مني اسم السيرفر اللي انا عايز اشتغل عليه. طيب خلوا بالكم ان ده الديفولت، ام اس ده الديفولت اهو كده. هو بيقول لي اسم سيرفر نيم، سيرفر نيم. طيب السيرفر نيم اللي عندي انا بكتب ايه هنا؟ بصوا، لو انا عندي السيرفر نيم الديفولت هكتفي ان انا اكتب كده بس. لو انا منزل الديفولت بس ما غيرتش الاسم، اسم الكمبيوتر ده اسم الكمبيوتر بتاعي، اسم البي سي بتاعي بكتبه هنا وبدوس له كونكت، بيكونكت على طول على السيرفر الديفولت اللي هو ده. السيرفر الديفولت ده اللي هو ده. طيب افرض انا عندي سيرفر تاني، ما اكتفيش ان انا اكتب الاسم ده بس، لازم اكتب اندرسكور باك سلاش اسم السيرفر اهو، باك سلاش اسم السيرفر. اخش كده هيخش. طيب كده احنا وقفنا على سيرفر. احنا لو خدنا بالنا وهو بيحمل، تعالوا نفتح تاني كده. قال لك ايه؟ اوثنتيكيشن. في حاجه اسمها ويندوز اوثنتيكيشن، ده اللي احنا هنتعرف عليه المره الجايه ان شاء الله. ايه الفرق بين الويندوز اوثنتيكيشن والاس كيو ال سيرفر اوثنتيكيشن؟ والموضوع ده في منتهى الاهميه عشان سكيورتي، في منتهى الاهميه. ايه، انزل ده ولا انزل ده، واشغل ده ولا اشغل ده، وايه الفرق بين ده وده؟ ان شاء الله في الدرس الجاي هنشوف ايه الفرق، ويعني ايه لوج ان على السيرفر. اشوفكم على خير الدرس الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.